مرحباً بكم. لا تنسوا دعمنا باشتراككم ولايك إذا أعجبكم الفيديو، وشكراً. أنواع العسل وفوائد كل نوع. يعد العسل من أقدم الأغذية التي استعملها الإنسان في الطب والتغذية، وهو ناتج طبيعي يصنعه النحل من رحيق الأزهار. تتنوع أنواع العسل باختلاف مصدر الرحيق، ولكل نوع خصائصه الفريدة وفوائده العظيمة. عسل الدغموس يستخرج من نبات الدغموس المنتشر في المغرب وشمال إفريقيا، وله طعم قوي مائل إلى الحرورة، ولون داكن يميل إلى البني الغامق. فوائده: يقوي المناعة ويساعد الجسم على مقاومة البكتيريا والفيروسات. يستعمل في علاج الأمراض الجهاز التنفسي مثل السعال والربو. يفيد في حالات العقم وضعف الخصوبة، حيث ينشط الدورة الدموية ويقوي الطاقة العامة. يساعد على التئام الجروح وتنقية الجسم من السموم. عسل الخروب يتميز بلونه الداكن وطعمه الغني الشبيه بالكراميل، وينتج من رحيق أزهار شجرة الخروب المنتشرة في مناطق البحر الأبيض المتوسط. فوائده: يقوي الجهاز الهضمي ويساعد في علاج الإسهال والمغص بفضل خصائصه الملطفة. ينظم مستوى السكر في الدم لاحتوائه على الألياف الطبيعية. يقوي العظام والأسنان لاحتوائه على الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد. يساعد على تنشيط الطحال وتحسين عملية الهضم. عسل الزهرة البرية يستخرج من أزهار برية متعددة تنمو في الحقول والجبال. فوائده: يقوي جهاز المناعة ويساعد على مكافحة الأمراض الموسمية. ينشط الدورة الدموية ويعطي طاقة طبيعية للجسم. يستعمل لترطيب البشرة ومعالجة الجفاف. عسل عباد الشمس يتميز بلونه الأصفر الذهبي وطعمه الخفيف. فوائده: يساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار. يقوي القلب والأوعية الدموية. يفيد في تحسين الهضم وتخفيف الانتفاخ. عسل الغابات العسل الغابي ينتج من رحيق الأشجار مثل الصنوبر والبلوط، ويكون داكن اللون وغنيا بالمعادن. فوائده: يقوي العظام لاحتوائه على الحديد والمنغنيز. يعزز طاقة الجسم ويقلل من الإرهاق. يقاوم البكتيريا والفطريات بفعالية كبيرة. عسل الزهر البرتقالي عسل النارنجي يستخرج من أزهار أشجار البرتقال والليمون. فوائده: يهدئ الأعصاب ويساعد على النوم العميق. ينقي البشرة ويقلل من حب الشباب. يقوي جهاز المناعة ضد نزلات البرد. عسل الزعتر له طعم قوي ونكهة عطرية مميزة. يطهر الحلق ويعالج السعال والتهابات الحنجرة. ينشط الذهن ويقوي الذاكرة. يستعمل كمضاد طبيعي للبكتيريا والفيروسات. عسل اللافندر الخزامة يتميز برائحته الجميلة ولونه الفاتح. فوائده: يهدئ الأعصاب ويخفف التوتر. يساعد على الاسترخاء وتحسين جودة النوم. يفيد في العناية بالبشرة الحساسة. عسل السدر من أرقى أنواع العسل وأغلاها ثمناً. يستخرج من شجرة السدر المباركة. فوائده: يقوي المناعة ويستعمل في علاج أمراض المعدة. يساعد على التئام الجروح بسرعة كبيرة. ينقي الجسم من السموم وينشط الكبد. عسل النخيل يستخرج من رحيق زهور النخيل، وهو غني بالسكريات والمعادن. فوائده: يقوي الطحال وينشط الدورة الدموية. يفيد في تحسين الخصوبة عند الرجال والنساء. ينشط الجسم ويقلل من الإحساس بالتعب. نصيحة عامة:
للحصول على أقصى فائدة من العسل، يفضل تناول ملعقة صغيرة منه صباحاً على معدة فارغة مع كوب من الماء الدافئ. كما ينصح باختيار العسل الطبيعي الخالي من الإضافات الصناعية وتخزينه في مكان بارد وجاف بعيداً عن الضوء. شكراً على المتابعة، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يرزقكم الصحة والعافية والشفاء لكل مريض. إلى اللقاء.